كيبدا الفيلم ديالنا بلقطه ديال طياره طاحت من السماء وجات في الجزيره ديال الوحوش اللي قريبه من مثلث بيرمودا. موراها كنشوفوا موظف في المطار علم الناس بخبر توقف الرحلات بسبب العواصف الجويه اللي كاينه هاد الوقيته من جهه الشمال. من جهه اخرى طيار يونس جاه امر باش يكون مسؤول على رحله جويه غادي تمشي هاد النهار لمدينه بورتوريكو، حيت واحد المجرم سميتو ديكو يلاه تشد بتهمه غسيل الاموال والتجاره في المخدرات، وخاصهم ينقلوه اليوم للمحاكمه ديالو في مدينه بورتوريكو. غير وصل الخبر للمطار تلقوا التذاكر والناس دغيا جات شراتهم حيت كلشي باغي يدوز العطله تما. المهم الركاب وصلوا للمطار وتكلف بهم الطيار يونس مع المساعده، هما اللي استقبلوهم وشافوا الورق ديالهم. من بين هاد الركاب جات واحد السيده كتعرف البيلوت، دازت عنده وسولاتو ياك ما كاين شي خطر في هاد الرحله. هو قال لها لا ما كاين مناش تخافي، العاصفه كاينه جهه الشمال والرحله غادي تكون من الطريق ديال الجنوب وما نجيو فين نوصلوا حتى تكون سالات العاصفه. طلعوا الركاب للطياره وجاو البوليس جايبين المجرم ديكو، ركبوا في الدرجه الاولى وجلسوه. الناس في الرحله كانوا عاديين وبداو كيتعرفوا على بعضياتهم. منين امرهم باش يربطوا حزام السلامه ديكو عيط على الضابط ديفيد وقال له اجي ربط لي الحزام حيت دايرين ليه المينوط في يديه. الضابط جا ربط ليه الحزام وهنا ديكو سرق منه السوارد المينوط بلا ما يحس به. منين رجع الضابط لبلاصتو ناض عنده واحد السيد بلاصتو حدا ديكو، جا عنده وقال له بغيت نهضر معاك. وقفوا بجوج وقال له انا سميتي شنايدر من المراقبه الجويه وعرفت باللي منقلين مجرم في الطياره، وطلب منه باش يردوا البال مزيان معاه ويبقاو مسيطرين عليه حيت ما بغا يوقع حتى مشكل. الطياره قلعات ومور شويه البيلوت مشى للحمام، فاش كان راجع تزعزع الطياره شويه وكل شيء خاف. منين مشى لغرفه القياده سولهم شنو وقع، هما قالوا ليه باللي تقطع عليهم الضوء ثانيه وحده، وفاش رجع لقاو الطياره دخلت في عاصفه رعديه. وهنا عاود وقع مطب جوي اخر والطياره تحركات بالجهد. الركاب بداو كيخافوا وناضت الفوضى. المجرم ديكو استغل الفرصه وفتح المينوط ودغيا سرق الفردي من عند الضابط وبدا كيتيري في البوليس كاملين اللي حداه وبقى فيهم غير واحد. من بعد مشى لغرفه القياده وتيرا للبيلوط يونس في كرشو. هنا الطياره عاود تحركات فخلات ديكو يتحرك من بلاصتو، وهنا جا لي هذاك البوليسي اللي بقى وتيرا المجرم ديكو في راسو فقتلو. من بين الركاب كانت واحد الفرمليه هي جات تعاون البيلوط باش تعتقو، ولكن فات عليه الحال ومات مسكين. البيلوط الثاني شد دابا الطياره وعرف باللي فقد المحرك ديال الطياره بسبب العاصفه، طلب المساعده من القاعده ولكن بلا فايده حيت ما كاينش كيفاش توصلهم المساعده وسط هاد العاصفه. وهنا فقد السيطره على الطياره. علموا الركاب وقالوا ليهم الطياره غادي تطيح في اي وقت وخاصكم تكونوا واجدين. وبكثرة ما كتحرك بهم الطياره الركاب نصهم ضاخوا سخف، وهنا الطياره فقدت السيطره وطاحت في الساحل وسط البحر. وحده من الركاب سميتها كارولين كدور وسط الماء وكتقلب واش كاين شي حد مازال عايش، ولكن كان ظلام بزاف فما قدرت لا تشوف ولا تسمع شي حاجه. لبسات الجليد النجاة ديالها وبقات وسط البحر حتى صبح الحال. منين فاقت لقات البحر لا حال جزيره، ومن الزهر كانوا بزاف ديال الناجيين معاها. كلشي اللي تما ناضوا كيقلبوا يطمنوا على بعضياتهم. وهنا بداو كيلوموا الطاقم ديال الطياره حيت كذبوا عليهم وقالوا لهم ما كاينش العواصف والجو مزيان للصفر. الطاقم دافعوا على راسهم حيت ماشي لخاطرهم خدموا الطياره وطاروا بها. المهم من بعد مشى كل واحد فيهم شنو كيدير، كاين اللي خرج كيقلب على الماكله وكاين اللي بدا كيتعرف على الناس وكاين اللي كيلعب باش ينسى الصدمه. واحد جوج بنات بقاو غاديين جنب البحر فشافوا باطو صغير خارج، وهنا رجعوا قالوها ليهم. تما تجمعوا كاملين كيتفقوا كيفاش يبقاو عايشين هنا حتى يلقاو كيفاش يخرجوا. تقسموا بعد الجوج فراقي وكل وحده فيهم شنو غادي دير. فرقه غادي تكلف تبني الديور فين ينعسوا، وفرقه غادي تكلف تدخل الجزيره تقلب على الماكله. الفرقه اللي مكلفه بالماكله منين دخلوا يقلبوا عليها ما تفاهموش مع بعضياتهم، وهنا قرروا يعاودوا يتفرقوا جوج جوج وكل جوج يقلبوا في بلاصه. واحد جوج منهم سميتهم ميد وكيرا بقاو داخلين وسط الغابه حتى تفرقوا. ميد سمع شي صوت وبقى غادي يتابعوا، تما لقى بلاصه مبنيه في شكل ودخل يشوفها. وهنا هجم عليه شي حد وذبحو، وحتى صاحبه الاخر كنشوفوا باللي هجم عليه شي حد وقتلو. واحد الراجل من هادو اللي كيقلبوا على الماكله كان غادي وشاف الشجره ديال جوز الهند وطلع يجيب شي حبات منها، وتا هو تقتل بنفس الطريقه. اللي بقاو فلتوا منها بقاو مجموعين حتى طاح الليل. وهنا سمعوا شي اصوات دخلوا تابعين الصوت وكيقلبوا على صحابهم اللي غبروا مازال ما رجعوا. تما كيخرج ليهم واحد الشاب هاز معاه عود ديال الشجر شاعله فيه العافيه، غير بان ليهم خرج ليهم معاه حتى هذاك المخلوق اللي كان كيقتل فيهم واحد بواحد. الشاب قال لهم بقاو بعاد وما تقربوش، ورمى هذاك العود العافيه على المخلوق وقال لهم هربوا من هنا دابا. ولكن المخلوق شد وحده منهم كلاها في رمش تعين. اللي بقاو هربوا ورجعوا عند صحابهم. هذاك الشاب سولهم شنو كديروا هنا كاملين، هما قالوا ليه طاحت بينا الطياره في البحر ولا حنا لهنا، ومن بزاف ديال الركاب بقينا غير حنا اللي ما متناش. وهنا سمعوا شي اصوات قريبه ليهم، هما سولوه شحال كاين من هاد المخلوقات ولا الوحوش، فقال لهم كاين بزاف. وعاود سمعوا الصوت بدا كيجهاد. منين تبعوا الصوت
الموت. لقاو واحد من هادوك الوحوش كياكل في واحد من الركاب وهو عايش، مشى ليه واحد باش يعتقو ولكن كلا حتى هو. هنا الطاقم ديال الطياره كانوا عندهم الفراده، جبدوهم وتيراو فيه ولكن جمعوا عليهم الوحوش من كاع القنات وكانوا بزاف. بداو الوحوش كيجروا فيهم واحد بواحد والطاقم سهل ليهم القرطاس، وهنا جروهم الوحوش حتى هما، واحد قتلوه واحد قطعوا ليه رجليه وجروه للغابه. الشاب طغياش على العافيه، وهنا الوحوش هربوا حيت كيخافوا من العافيه. غير بردات الاجواء تجمعوا وجلسوا. ناض واحد منهم سميتو فيكتور ضابط في البوليس وقال للشاب انت هو السبب حتى خرجوا لينا هاد الوحوش. هو قال له انا ما عندي حتى دخل فيهم، هادي راه بلاصتهم اصلا. ولكن فيكتور ما حملوش وما ارتاحش ليه وقال لهم دابا اختاروا يا اما تبقاو معايا ولا معاه. الشاب اللي سميتو بروس قال له شوف التقسيمات ما صالحينش حيت غادي تخلي الوحوش فرصه فين يعاودوا يهجموا. ولكن فيكتور ما بغاش يسمع ليه وخلاهم يتقسموا. بزاف منهم اختاروا يبقاو مع فيكتور وما تبقى بقاو مع بروس. تقسموا هكا وكل فرقه فين مشات ودازت عليهم الليله على خير. الغد ليه بروس جمع الفريق اللي معاه وقال لهم خاصكم تعلموا كيفاش تعيشوا وسط هذه الجزيره، واول حاجه خاصكم تعرفوا ان هاد الوحوش كيخرجوا غير بالليل يصيدوا وياكلوا البشر، ولكن كيخافوا من العافيه يعني ولا بد نبقاو شاعلين الليل كله. واقل حاجه كل واحد فينا خاصو جوج عواد الشجر شاعلين باش يحمي راسو. من البعيد كان فيكتور كيسمع ليهم وعرفهم شنو كيديروا. رجع عند المجموعه ديالو وقال لهم يديروا نفس الحاجه بالنسبه للعافيه. موراها بروس خداهم عاوتاني جهه البحر وبدا كيعلمهم يصيدوا الحوت حيت هي الحاجه الوحيده اللي كاينه هنا ياكلوها باش يبقاو عايشين. وقال لهم حتى حد ما خصو يزعم ويدخل المحيط حيت كاينين الاسماك ديال القرش. من بعد خداهم يصوبوا دار حيت الشمس ديال الصباح خطيره عليهم بزاف. وهنا بدات المجموعه كتجمع الورق ديال الشجر والعواد باش يبنيو هاد الدار. موراها كارولين ودايموند دخلوا يدوروا في الغابه، بقاو غاديين حتى وصلوا لواحد الشلال زوين بزاف وعجبهم المنظر ديالو. شويه جا عندهم واحد من المجموعه الاخرى وسميتو برايف، هو جبت صداع مع دايموند فبقاو كيتضاربوا. جات كارولين من موراه وضرباتو بعصا فطاح سخفان في الشلال. كارولين خدات دايموند وتحركوا من تما. من بعد برايف فاق من الضربه ولكن كان دايخ والضربه خلاتو يفقد الذاكره وما عقل على والو من داكشي اللي وقع. خرج من الشلال وبقى كيتمشى وما عرفش راسو فين غادي. تما لقى راسو وسط المسكن ديال الوحوش، هما ما عطلوش هجموا عليه وكلاوه في البلاصه. اما كارولين ودايمون بقاو غاديين في الغابه ولقاو بلاصه عامره عودان. في الليل المجموعه ديال فيكتور كانوا ناعسين كلهم وشاعلين العافيه، ولكن وحده منهم كانت فايقه وكتبكي ومكتئبه حيت ماتت ليها بنتها. وبكثرة ما تحطمات خرجت من المجموعه وفاش شافت الوحوش قراب ليها جرحت راسها وقالت ليهم ياك هادشي اللي بغيتو هو اجيو ليا. هما جاو وهجموا عليها وكلاوها. فاقوا بها جوج منهم كتغوت وجاو هجموا على الوحوش وقتلوا واحد منهم والباقيين هربوا. من جهه اخرى المجموعه الثانيه ما فراسهمش هادشي اللي واقع، بقاو جالسين مجموعين على العافيه حتى جاو كارولين ودايمون من الرحله ديالهم. منين جاو لقاو بروس جالس بوحدو، جلسوا حداه وسولوه على قصته. هو قال لهم انا كنت في مهمه الخدمه مع صحابي والطياره اللي كانت عندنا وقع فيها خلل وطاحت بينا وسط البحر، وبقينا 3 ايام واحلين وسط البحر حتى ماتوا صحابي وانا اللي بقيت حي وتلاحيت لهاد الجزيره. هما سولوه شحال الوقت وانت هنا. بروس جاوبهم في الاول كنت كنحسب ولكن كثروا عليا الايامات والشهور ولقيت ما كاين حتى فايده وما بقيتش كنحسب. وجبت ليهم جوج تصاور بالبيض والكحل قدام وقال لهم هذه مرتي وهذا ولدي. وقال لهم هاد التصويره خديتها منين مشيت للحرب باش تبقى عندي. هما استغربوا وقالوا ليه اش من حرب كتهضر عليها. هو جاوبهم راه كاينه غير حرب وحده وهي الحرب العالميه. وهنا زادوا سولوه شنو هو العام اللي وقعت فيه الحادثه ديالو. هو قال لهم في 16 سبتمبر 1917. بجوجهم تصدموا وقالوا ليه الحرب اللي راك كتهضر عليها وقعت هذه 100 عام تقريبا وحنا راه حنا في 2023. بروس ضحك وقال لهم يمكن نتوما اللي غالطين ولا دايخين. دايمون جبت ليه البيرمي ديالو وقرا تاريخ الازدياد ديالو في 1993. وهنا بروس تاقو تصدم حيت كان كيتسنى يرجع على حساب مرته وولده. من بعد رجعوا عند المجموعه وعاودوا ليهم على القصه. الفكره الوحيده اللي جاتهم كاملين هي قصه مثلث بيرمودا اللي ممكن تكون حقيقيه حيت بروس 100 عام وهو عايش ومازال شاب وبقى كيف ما طاح نهار الاول. يعني هذوك السفن والطيارات اللي كيختفي وبصح كيجرهم مثلث بيرمودا. الغد ليه في الصباح جا واحد الوحش وجر داكوتا صاحبة كارولين، ولكن جا دايمون قبل ما يقتلها وقتل الوحش. هو عتق البنت وداها دخلها للدار اللي بناو. من بعد جمعهم بروس وقال لهم عندي فكره باش نحميو راسنا اكثر ونعيشوا على راحتنا في هذه الجزيره. هو قال لهم باللي هذوك الوحوش ما كثرش بزاف والعدد ديالهم ما فايتش 26 واحد، يعني الا قدرنا نساليو معاهم غادي نعيشوا بخير. وتما بدا كيعلمهم يخدموا بالاسلحه البدائيه بحال القوس والسهام والخنجر. وكما العاده فيكتور كيتجسس عليهم باش يعرف شنو يدير حتى هو. ولكن هاد المره شافت وحده معاه في المجموعه ديال بروس. منين كانت ملاهيه كتعلم الاسلحه جا الوحش من موراهم ودخل الدار ديالهم وكلا داكوتا حيت خلاوها ناعسه تما.
الصدمه. فاش جات كارولين لقات هذاك المنظر وتصدمات، اما فيكتور مشى للمجموعه ديالو وبدا كيقول لهم نفس داكشي اللي كيقول بروس. دخلت هذيك البنت اللي شافته وقالت ليه انت ما عارف والو، وخدمتك هي تمشي تجسس على بروس وتجي تضحك علينا. وزادت قالت ليهم شوفوا من الاحسن نمشيو للمجموعه الثانيه الا بغينا نعيشوا. فيكتور عصبات وهدرتها فاش بد الفردي وتيرا فيها قتلها وقتل حتى البيلوت اللي كان معاهم. اما بروس قال لهم دابا منين تعلمنا كيفاش ندافعوا على راسنا خاصنا خطه باش نخرجوا الوحوش وغادي نحاصروهم بالعافيه والبحر، هكا ما غادي يكون عندهم فين يهربوا، ولكن هذا الشيء خاصنا ليه طعم باش نجذبوهم. هنا دخل عليهم فيكتور هز راس هذيك البنت اللي قتلها رماها في وسطهم، فناضت ليه واحد البنت كانت صاحبتها وبدات كتغوت وتبكي وتما تيرا فيها حتى هي وقتلها. وقال لبروس عجبتني الخطه ديالك، يلا ها هو الطعم عندكم. وهنا تجمعوا المجموعات بجوج باش يكملوا التخطيط. بروس قال لهم غادي نديروا حفره، ولكن خاصنا شي حد يوقف في وسط الحفره ويجرح راسو حتى يجيو الوحوش وغير يجمعوا عليه يهرب، ودايمون يشعل العافيه، ولكن اللي غادي يجرح يدو خاصو يكون سريع باش يجري دغيا. هاد المهمه تقدم ليها واحد منهم سميتو جيمي. وصافي دابا اتفقوا مزيان على الخطه. في الليل وقف جيمي وسط الحفره وجرح يدو، وهنا جاو الوحوش جيهته، ولكن مسكين شدوه قبل ما يهرب. غير جمعوا وسط الحفره جا دايمون باش يشعل العافيه، ولكن بروس حبسو وقال له غير سمح لي ماشي هذه هي الخطه ديالي انا. وحيت العافيه ما شعلاتش الوحوش لقاوها فرصه وهجموا عليهم كاملين. بروس بغى يقتل دايمون فجات ليه كارولين وبغات تحبسه، ولكن ناض ليها فخافت وبدات راجعه باللور، ومسكينه جا وحش من موراها وجرها عنده. بروس رجع عند دايمون اللي سولو علاش درتي فينا هاد الشيء، شكون انت؟ قال له هاد الجزيره ديالي انا، وداكشي اللي عاودت لكم كله ما منه والو، حيت انا الشيطان اللي حاكم هاد الجزيره، واي واحد جا لهنا ما عمرو خرج منها. وهكا الوحوش قتلوا الركاب كاملين وما خلاو حتى حد غير ماتوا. بروس تحولوا عينيه ولاو حمرين، وهكا عرفنا ان بروس هو اللي متحكم في هاد الوحوش وحاكم الجزيره كلها، ودابا مرتاح تقتل كل شيء باش تبقى الجزيره ديالو بوحدو. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم، وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايته وديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجايه. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.